أول ما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه تقدم الحسن فصلى عليه ودفن في إمارة الكوفة. لما سلم من الصلاة قبل أن يدفن علي تقدم الناس فبايعوا الحسن خليفة. هو استغرب، قالوا نبايعك، هذه دينا، بايعناك خليفة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هو سكت وما مد يده لهم. فقام سعد أو قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، فقال خطب خطبة على المنبر، قال أيها الناس إننا نبايع اليوم الحسن ابن علي على الخلافة فبايعوه. وتقدم مد يده قال يا علي ابسط يدك، مد يدك، فمدها علي ومسك يده، ثم بايعه الناس وقال إذن بشرطين اثنين، يقولها الحسن، تبايعوني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا بايعناك على ذاك. قال وتبايعونني على أن تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. وهذا بعد من الحسن رضي الله عنه، اللي أبى سالمه تسالمونه. الحسن مفتاح شخصيته باختصار الحلم، العفو، التسامح. وهو كان يخطط إلى هذا، لأنه كان يقول لأبوه رضي الله عنهم جميعا يا أبتي دع معاوية، وكان له وجهة نظر في هذا الموضوع. ثم قال رضي الله عنه تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت، وعلى هذا تم الصلح، فمهد للصلح مع معاوية. أصبح الناس، ثم جهز جيش ب40,000، وكان رايح متوجه إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول للناس إن شعاري من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. حطوا هالشعار لكم يا جماعة، اللي نافسك في الدنيا نافسه في الآخرة. حاول يكون السباق على الصف الأول، ويكون السباق في صيام الاثنين والخميس، يكون السباق في برك بوالديك، يكون الصيام على سترك لنفسك وسترك للمسلمين، يكون السباق في الدنيا على مرضاة الله. أما الدنيا العادية التي هي دنيا محضا لا تقرب من الله، أعني بذلك، فإن جاءت الدنيا من غير طلب لها فذاك أمر فيه خير، وإن لم تأتي فذهابها ليس فيه نادما ولا حسرة. ثم بعد ذلك أرسل معاوية خطاب إلى الحسن، ماذا سيدور بيني وبينك؟ هذا معنى الكلام. فقام الحسن جمع الناس، ولما اجتمعوا وقف خطب فيهم خطبة استغربوا. قال الحسن السلام عليكم أيها الناس. يسمون المؤرخين الخطبة هذه يسمونها خطبة التنازل، وسماهم بعضها خطبة العفو، وسماهم بعضها خطبة الحلم. بسألكم سؤال، موقف الحسن هنا، أتحدى واحد يستطيع أن يتنازل عن الخلافة. بعضنا لو جالس في المرتبة قدام، زين، لو يركب أخوه قدام قال ليش ركبونه قدام؟ أنا مالي قيمة، أنا هي مرتبة واحد ورا واحد قدام. يقول في واحد عنده حرمتين، تعرفون القصة ولا ما تبون تسمعونها؟ أنتم متزوجين ولا لا؟ الله يزوجكم إن شاء الله يا حي يا قيوم على سنة الله ورسوله. فواحد عنده حرمتين، وواحد مجلس حرمته واحدة من حريمه قدام، وواحدة مركبها في الحوض في الددسن ورا. واللي ورا وش تقول؟ هذه مداعبة، تقول الله يجعلهم ينقلبون إن شاء الله. لا، لكن لو انقلبوا وش بيصير فيها؟ هي بتنقلب قبلهم. لكن أنا أوصي بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بامرأتين ومال إلى إحداهن جاء يوم القيامة إيش؟ وشقه مائل. الشاهد من الكلام أن علي رضي الله عنه كان لا ينافس إلا ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. خطب خطبة التنازل، فقال أيها الناس اختلفت أنا ومعاوية، شوفوا الكلام، اختلفت أنا ومعاوية على هذا الأمر، فإن كان هو أحق مني فليأخذ الخلافة، وإن كنت أنا أحق منه فإني قد تنازلت له ابتغاء وجه الله، ليس ذليلا ولا خائفا. لا والله، الحسن بطل، الحسن شجاع، الحسن رجل ابن رجل وجده أكبر الشجعان. الحسن أبوه علي، إذا قيل علي أنا الذي سمتني أمي إيش؟ حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه جده محمد بن عبد الله ما تنازل خوفا، لكن تنازل مصلحة، تنازل حتى يحقن دماء المسلمين، تنازل رحمة بالأمة، تنازل تحقيقا لنبوءة النبي إن ابني هذا سيدا سيصلح الله به بين طائفتين مؤمنتين اختلفتا
وهذا تحقيقها. الصحابة يوم اسمعوا اني يتنازل عن الخلافة ابتغاء وجه الله كبروا الناس، ارتفعت الاصوات، ناس تكبر مؤيدة تقول انك خوار، انك خائن، انك خائف، والكلمات التي لا تليق في حق الحسن رضي الله عنه وارضاه. والله لا نترك الخلافة. تجمع عليه الناس فقال لأخيه الحسين اسمع مني. قال له الحسين كيف تتنازل؟ قال أما تذكر أمي يوم حدثتنا بحديث عن جدنا محمد بن عبد الله يوم قالت إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيصلح بك بين طائفتين مؤمنتين، والله لا أراها يا حسين إلا هذا الموقف. يقول فاقتنع الحسين. الإنسان وقاف يا جماعة. إذا حد قال لك اتق الله وش تقول له؟ تقول سمعا وطاعة. إذا قيل لك اتق الله قل سمعا وطاعة. لا تكن ممن إذا قيل له اتق الله ايش أخذته العزة بالإثم، ونعوذ بالله ممن تأخذه العزة بالإثم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. طبعا الحسن لما تنازل لمعاوية اشترط عدة شروط. من أهم هذه الشروط أبغاكم تحفظون هذا الشرط لأنه ينفعنا في اللقاء القادم عن الحسين. قال له الشرط الرئيسي أن تكون الخلافة بعدك شورى بين المسلمين، يعني ما تكون بالوراثة ولا توصي لأحد، يتشاور المسلمون على خليفة لهم ويحكموا أو يضعوا حاكما أو خليفة عليهم باختيار المسلمين. فوافق معاوية على هذا. هذا العقل، الحكمة، البعد اللي عند الحسن ليست بغريبة، فهي تربية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أنقذ الأمة من حمامات دم. الحسن رضي الله عنه، أنا الآن بقول لكم وش آثار هذا التنازل. التنازل هذا كانت آثار حقن دماء المسلمين، كانت من آثاره الفتوحات التي تحققت في ذلك الحقبة التي تنازل فيها الحسن رضي الله عنه وأرضاه. كانت من حسناتها وآثارها القضاء على الخوارج، أو القضاء على الأقل على قوة الخوارج التي كانت ستدمر العالم الإسلامي في ذلك الوقت إن صح هذا التعبير. الحسن رضي الله عنه وأرضاه أخذ الحسين وراحوا يبايعون معاوية. أول من بايع معاوية الحسن والحسين، فبايعوه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا العام بعام ايش؟ عام الجماعة، لأن من بعد مقتل علي أو بعد مقتل عثمان لم يجتمع الناس اجتماعا فيه هدوء لهم كما اجتمعوا في تلك الحقبة التي تنازل فيها الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الحسن رضي الله عنه ريح المسلمون أو المسلمين وأراحهم من شر وبلاء فتنة كانت ستكون أعظم مما كانت. طبعا رجع رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الطريق راجع للمدينة وقف يحدث الناس، يخطب الناس يهديهم. خلاص بايع معاوية وراجع بيروح المدينة، وهو راجع جلس يخطب الناس اللي معه. قام رجل يقال له الجراح ابن سنان وعلي يخطب يبين لهم ليش تنازلت، واني تنازلت لهدف مصلحة الامة وحقن دمائها. وقام الرجل قال له اسكت يا حسن فانك اشركت كما اشرك ابوك. اعوذ بالله. هذا كلام رجل يدعي انه من شيعته. ثم قال ومعه معول وقيل سكينا او خنجرا، فطعن الحسن في فخذه وسقط الحسن في الارض. واول ما سقط رضي الله عنه وارضاه وهو ساقط يعني سيسقط، ضرب الجراح بن سنان على وجهه يعني لكمه فسقط الرجل هذا الجراح بن سنان. فقام عبد الله الطائي، رجل اسمه عبد الله الطائي، فقبض على ابن سنان هذا واخذ السكين من يده ثم طعنه فمات. ثم حمل رضي الله عنه وارضاه فعولج وداووه فبرئ رضي الله عنه وارضاه ورجع المدينة. اول ما رجع المدينة واقبلت الناس عليه في المدينة، يقولون الصحابة والله ما رأينا سلاما ولا استقبالا ولا ترحيبا اشبه بدخول النبي للمدينة مثل استقبال اهل المدينة للحسن يوم رجع من الكوفة بعد ان بايع معاوية وتنازل له بالخلافة. خرج الناس يرحبون به ويستقبلونه اجمل استقبال، فقال لهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا اللي معه اللي يدعون انهم من اشياعه قال لهم كلمة، قال لهم اي اهل الكوفة لو لم تذهل نفسي عنكم الا لثلاث، يعني لو ما انفجعت منكم الا من 3 مواقف لكفتني. قال لقتلكم اياي، محاولة يعني قتلكم،
وطعنكم في فخذي وانتهابكم لثقلي، يعني سرقتوني لأنهم أخذوا ما كان معه. يقول أي شيعة أنتم تدعون أنكم معي وأنتم ضدي وعلي حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها رضي الله عنه. استمر خليفة رضي الله عنه وارضاه 7 أشهر، وقيل أقل من ذلك 6 أشهر. اكتملت الخلافة الراشدة 30 سنة. اللهم صل على محمد الذي أخبرنا قال أن خلافة الأمة تكون 30 سنة. خلافة أبو بكر 2 و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنوات ونص، وخلافة عثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات و9 أشهر، والحسن 6 أشهر تقريبا. أصبحت كلها 30 سنة باليوم والليلة. فصدق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقنت دماء المسلمين، وبقي التاريخ يحفظ للحسن هذا الموقف. ونشهد الله على محبة الحسن وعلى محبة الحسين، وستظل الأمة تذكر للحسن هذا الموقف العظيم الذي حقن به دماء المسلمين. ثم جلس في المدينة فترة من الزمن، ورأى رؤيا في المنام، نام مرة من المرات ورأى أنه مكتوب بين عينيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعبرها سعيد بن المسيب قال إن صحت رؤياك فإن موتك قريب جدا. يقول إن كان الرؤيا دي حقيقية فإن موتك قريب. وبالمناسبة ثبت عن النبي أنه يقول لا يموت المؤمن حتى يرى أو يرى مكانه في الجنة. قال بعض أهل العلم لو يراها قبل موته بلحظات يبشرها الملائكة أن هذا مكانك في جنات رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يبشر ويرى مكانه في الجنة قبل موته.